قناة سكولي هتقدم النهاردة طاجن البطاطس بالفراخ. طعم حكاية وطريقة سهلة جدا جدا، مش هتاخد معانا أي وقت. يلا تابعي معايا. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم منا كل جديد. لايك وشير الفيديوهات علشان نفيد عدد أكبر من الناس. هنقطع البطاطس وهنحطه في بولة فيها مية علشان لونه ما يغيرش. هنقطع باقي الخضروات. هنحضر التوابل، وهي عبارة عن إنها معلقة صغيرة من كل من فلفل أسود، بهارات بطاطس، ولو مش متوفرة ممكن بهارات فراخ أو 7 بهارات، كزبرة، بابريكا، كمون، قرفة. هنخلط التوابل كلها مع بعضيها. هندعك الفراخ بنص كمية البهارات. على نار عالية في طاسة سخنة هنحط شوية زيت، وهنشوح الفراخ على الوشين لحد ما يحمروا، والفراخ تاخد صدمة عشان تحتفظ جواها بالسوائل وتبقى جوسي وطرية من جوه. هنحط باقي كمية البهارات على الخضروات اللي قطعناها، ونظبط الملح. هنحط الفراخ، وهنحط السوائل اللي طلعت منها، اللي متبقية في الطبق وطلعت منها وفيها نكهة الفراخ، وهنظبط الملح للفراخ. هنضيف عصير طماطم حوالي 2 كوباية، مضاف ليهم معلقة كبيرة من صلصة الطماطم. هنرش زيت على الوش. هنرش على الوش نعناع أخضر ناشف، وده سر من أسرار الطعم الرائع بتاع الطاجن بتاعنا. هنخرم ورق الفايل عشان البخار الزايد يطلع في فرن ساخن 200 درجة على الرف اللي تحت من 1.5 ساعة لساعة ونص. بعد كده هنشيل الفايل وهنحطها في الرف اللي في النص، ونحمر الوش حوالي 10 إلى 15 دقيقة. يا سلام لو انتوا معايا هنا وشامين الريحة، بجد تحفة تجنن، والطعم مش قادرة أقول لكم. ده البساطة في الطريقة والروعة في النتيجة. جربوه وقولوا لي رأيكم إيه، وألف هنا. أشوفكم في الفيديو الجاي.